اهلا بيكم. اهلا بيكم صبايا بعد ال40. النهارده زي ما وعدناكم هنتكلم عن المشروبات اللي بتظبط لنا هرمون الاستروجين، لان هي مهمه جدا ومفيده جدا للصبايا بعد ال40، سواء في مرحله البيري مينوبوز او مرحله المينوبوز. ربنا الحمد لله كريم بينا جدا جدا، وحبانا بمجموعه كبيره جدا من المشروبات اللي بتظبط لنا هرمون الاستروجين. على سبيل المثال زي اليانسون، زي الزعتر، زي الشمر، حاجات كتيرة جدا بتظبط لنا هرمون الاستروجين. وكمان بعض الفاكهة احنا ممكن نعمل جدا الفاكهة عصير ونشرب العصير بتاعها، زي مثلا عصير الجروب فروت او عصير التوت او عصير الفراولة او عصير الرمان او العنب الاحمر. كل دي حاجات بتظبط لنا هرمونات الاستروجين. بالنسبة للعصاير أنا أنصح إن احنا نضيف عليها شوية بذور كتان عشان نستفيد استفادة كبيرة وكاملة من العصير. كمان في كمان حليب الصويا مهم جدا لضبط هرمون الاستروجين، بس يا ريت ما نكترش منه، لأن في أقوال بتقول إنه يعني ممكن يزود الاستروجين الضار. فلو هنستعمل حليب الصويا يعني نستعمله بكميات مقننة. أنا النهاردة اخترت لكم أمثلة من المشروبات اللي موجودة في أغلب البيوت وفي متناول يد جميع الميزانيات، موجودة في كل المطابخ تقريبا ومنهم المطبخ بتاعي. أحب يعني أوريها لكم وأعرفكم عليها للي مش عارفها. على رأس المجموعة اللي أنا جايباها هو اليانسون، لأن اليانسون فيه استروجين صريح، يعني مادة الاستروجين نفسها حتى في اليانسون بتسموها الاستروجول، ومن اسمها نعرف فعلا إن هي استروجين صريح. ادي كده اليانسون للي ما يعرفوش، بيبقى شكله كده حبيبات صغيرة. ادي كده حبيبات اليانسون. طبعا هو مفيد جدا جدا، واللي عنده يعني بيعاني بقى من هبات شديدة مثلا بالنسبة للهبات الساخنة ممكن يتناول معلقة أو 2 في اليوم، يعني مش هيرقشهم، يعني هيعملهم شاي اليانسون ويتناولهم. عندنا نوعين من اليانسون. اليانسون زي ما قلت لكم كده اللي هو حبيباته صغيرة دوت، وفي كمان عندنا اليانسون النجمي. اليانسون النجمي ليه سموه كده؟ لان هو فعلا شكله زي النجمه، يعني شكله فعلا زي النجمه. ادي كده شكله سبحان الله زي النجمه بالظبط، يعني هو شويه بيبقى اغلى من اليانسون اللي هو حبيباته صغيره، بس كمان المواد فيه مركزه اكتر. انا بس عاوزه اقول حاجه مهمه جدا، لما نشرب اليانسون نعمله شاي. يعني ايه نعمله شاي؟ يعني نحط شويه يانسون في الكوبايه ونغلي الميه ونصبها على اليانسون، واول ما نصب الميه السخنه على اليانسون على طول نغطي الكوبايه اللي فيها اليانسون. ليه؟ لان الاستروجين بيتصاعد مع الابخره اللي طالعه من اليانسون لما بنصب الميه السخنه عليه. لو ما غطيتيش على طول على اليانسون اول ما الميه السخنه تنزل عليه، للاسف الاستروجين هيتبخر في الهواء وهيروح مع زيوت الطياره اللي طالعه من اليانسون. معنى الكلام ان انا ما ينفعش ابدا ان انا اجيب يانسون واحطه جوه البراد واغليه دقيقه و2 و3 على النار وبعد كده اشربه. لو عملت كده انا مش هستفيد ابدا بالاستروجين اللي جوه اليانسون. تاني حاجه معايا هي الشمر. ادي منظر الشمر، بتبقى حبيباته كبيره شويه عن اليانسون. ادي منظر كده حبيبات الشمر باينه، ما فيهوش استروجين صريح. الشمر فيه ماده شبيهه بالاستروجين، لكن برضو الماده ديت برضو بتظبط مستويات الاستروجين عندنا. تالت حاجه جايباها الزعتر. ادي الزعتر، ادي شكل الزعتر، ومفيد جدا جدا لينا في حاجات كتير قوي، منها برضو انه بيظبط هرمون الاستروجين. رابع حاجه جايباها هي الحلبه. ادي كده منظر الحلبه للي ما يعرفش الحلبه. ادي كده حبيبات الحلبة، ادي منظرها. مشكلة الحلبة معانا بس ان هي يعني لما بنشربها للأسف بتعمل لنا ريحة، يعني مش اي حد بيتقبلها ومش اي حد بيحبها. ممكن نحط على شاي الحلبة شوية نعناع او شوية ينسون بحيث ان هم يضيعوا الريحة بتاعتها شوية. خامس حاجة بقى معانا هي المرمرية. ادي كده شكل المرمرية، ادي كده منظرها. يعني هي ورقها كده بيبقى عامل زي القطيفة. ادي كده ورق المرمرية، لو مش عارفة باين ولا لأ. الورقة بتاعتها كده بتبقى شكلها ايه، عامل زي القطيفة، يعني بتبقى كده. ادي كده شكلها.
ورقة المرمرية بتبقى عاملة كده زي القطيفة. المرمرية برضو ما فيهاش استروجين صريح، لكن هي بتحفز مستقبلات الاستروجين، فهي مفيدة جدا جدا ان انت تحطي ورقة من المرمرية اي مشروب انت عاوزة تكتري من كمية الاستفادة للاستروجين اللي فيه. فيا ريت نكون حريصين ان احنا نشرب كوبايه مثلا في اليوم او 3 4 مرات في الاسبوع، عشان نحافظ على مستويات الاستروجين عندنا في وضعها الطبيعي. يعاني من نقص شديد في الاستروجين وبيعاني من الهبات الساخنه يعني بصوره مضايقاه، فهو ممكن يشرب لحد 3 كوبايات ينسون في اليوم لحد ما الدنيا تهدى معاه شويه، وبعد كده ناخد مثلا مشروبات الاستروجين مرتين او 3 في الاسبوع. يا ريت نشير الفيديو لأغلب الصبايا لإخواتنا وحبايبنا علشان ننشر المعلومة وكلنا نستفيد، وعلشان تفضلي صبية لحد 100. ما تنسوش بقى سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.